هقول لك الحقيقه اللي محدش بيقولها، اكتر من 80% من الناس مش بتفشل مش عشان ما عندهاش فلوس، هي بتفشل عشان مش عارفه تسوق نفسها. والمفاجاه ان التسويق لنفسك مش محتاج فلوس، هو بس محتاج منك شويه ذكاء. الاحصائيات بتقول ان 70% من قرارات الشراء بتتاثر على الانطباع الاول والثقه، وده معناه ان لو عرفوا قيمتك هيجيلك شغل حتى لو لسه مبتدئ. طب تعمل ده ازاي بقى من غير ولا جنيه؟ اول خطوه لازم تعملها انك تبني وجودك اونلاين. اعمل بيدج بسيطه على الفيسبوك او انستجرام ونزل 3 بوستات بشكل اسبوعي، بس المهم انك تبين انت بتعمل ايه وازاي بتفيد الناس. مش مهم الجوده الاول، المهم الناس تعرف انك موجود. وتاني خطوه قدم قيمه مش خدمات، يعني لو بتعمل مونتاج نزل فيديو صغير بتشرح فيه 3 اخطاء بتبوظ اي فيديو، ولو بتعمل سوشيال ميديا اعمل بوست عنوان واحد يضاعف التفاعل. وتالت خطوه اعمل شغل ببلاش بس بذكاء. اشتغل لاول 3 عملاء مقابل نتائج وصور قبل وبعد، مش مقابل انك تكون رخيص. ورابع خطوه اختلط بناس في مجالك، علق او شارك او تفاعل مع البوستات بتاعتهم، وده لان الناس لو شافوك موجود هيفتكروك وقت ما يحتاجوك. صدقني لو طبقت الخطوات دي لمده 30 يوم بس هتتفاجئ قد ايه الطلب عليك بدا يزيد ومن غير ما تدفع ولا جنيه. اما بقى لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، ما تنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.